يعني شبابنا احنا محتاجين منهم افكار فقط، افكار ابداعيه، افكار نقدر نحققها على ارض الواقع. داعية دي بمعنى ايه؟ بمعنى انها حاجة ما حصلتش، ما اتعملتش خالص قبل كده. من النقطه دي احنا هنتكلم على كتير جدا من المعوقات اللي بتواجه كتير من شبابنا، وازاي كمان هنحلها بسهوله باذن الله. ويمكن انا هوجه رساله ازاي ما نبقاش مستهلكين للتكنولوجي بس، ازاي كمان نبقى مطورين في التكنولوجي. ليه الناس دي تعمل حاجات تخلق تكنولوجي واحنا بس بنستخدم تولز؟ يعني ليه احنا مش بنخلق تكنولوجي زي كده الامثله اللي حضرتك ذكرتها؟ ابعد عن الافكار السلبيه اللي انا مش هوصل، بس هو ده اللي هيوصلني. انا عمري ما هتطور وعمري ما هبقى اب تو ديت الا لو خرجت من زكاه علمي. لو ما خرجتش من اللي تعرفه مش هتقدر تزيد. طبعا. تحب تقول ايه للشباب اللي لسه بتفكر تبدا وما نفذتش اي حاجه، لسه عندها افكار في الاول خالص وعايزه تبتدي تنفذها؟ عايزين نديهم امل انه لا، ممكن فعلا نعمل حاجه. بدأنا بسولوشن ستارت اب سينك، وده هيبقى كوميونتي كامله نقدر ان احنا نضيف فيها اضافات افكار الخاصه بينا مع حفظها طبعا، عشان ما ينفعش ان احنا نستغل فكره اي حد. ما هو اكيد العالم كله مش هيعتمد على فكره واحده جديده او شركه واحده عامله فكره جديده. يعني لما يكون في كذا فرد بيقدم نفس الفكره بنفس الخدمه، طب ما كل واحد هيبقى عنده الكاستمر بتاعه. هاي، تفتكروا احنا كشباب بنبعد عن العلم ولا بنقرب له اكتر؟ تفتكروا الاي اي بيزود ابداعنا فعلا ولا بيقتله؟ قوة المعرفة هي كلمة السر في حلقتنا النهاردة من ستارت اب سينك. تفتكروا المعرفة ممكن تودينا فين وتودي شركاتنا الناشئة فين، والحجم نمو عامل ازاي؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة في ستارت اب سينك مع ضيفي الباشمهندس حاتم الجمل، رئيس قسم السوفت وير في اضافة فينتشر كابيتال. باشمهندس حاتم، نورت ستارت اب سينك. اهلا بيكم جميعا، وان شاء الله تكون حلقه مميزه باذن الله. اكيد ان شاء الله. يعني بداية زي ما انا قلت كده، هو احنا كشباب احنا بنقرب من العلم ولا بنبعد اكتر؟ حضرتك شايف ايه على ارض الواقع؟ هو الاول احنا هنتكلم عن التكنولوجي. هل التكنولوجي بتتحرك او بتتغير؟ ده الفرق ما بين الاثنين، التحرك ام التغير. التكنولوجي هي بتتحرك بسرعه جدا 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 جدا، ويمكن في حلقتنا النهارده هنشوف تفاصيل كتير جدا لسرعه التكنولوجي او تطور التكنولوجي في الفتره اللي فاتت، ويمكن من بدايه 1990 لغايه النهارده. السرعة الخاصة بيها مش التغير بقى، اتفقنا على كده. السرعة ديت سرعة بتختلف من مكان لآخر. هل احنا هنلحق ده ولا مش هنلحق؟ هي دي الفكرة. فهنبدأ الأول مع فكرة النولج أو قوة المعرفة. كلمة المعرفة هي كلمة كبيرة مش كلمة صغيرة، وحابب ان انا افرق ما بينها وما بين مصطلحين تانيين صغيرين. عندي الداتا والانفورميشن والنوليدج، او البيانات والمعلومات والمعرفة. بالنسبة للبيانات هي المادة الخام للمعلومات، او زي ما بنقول data is a raw material of information. معنى ان انا عندي raw material زيها زي البترول كده، فاقدر من خلالها اقدر ان انا اخلق منتج جديد او منتجات جديدة. فاحنا الداتا لو بدأنا نعمل لها اناليسز وبدأنا نعمل لها نورماليزيشن ونبدأ ان احنا نعمل لها كلاسيفيكيشن، تصنيفات وهكذا، بنحصل على معلومات. من المعلومات ديت بنقدر نوصل لغاية المعرفة عن طريق البروسيسنج. خليني ابسط المسألة بمثال صغير. لو انا عايز ابدأ شركة او عايز ابدأ نشاط معين، محتاج ان انا اجمع كل البيانات الخاصة بيه. بعد ما اجمع البيانات، بمجرد ما اعمل اناليسز وابدا ان انا اتحرك واشوف كل التفاصيل الخاصه بالداتا، هحصل على كميه معلومات كتير. أكيد. من المعلومات دي ابدا اعمل لها بروسيسنج، دراسه جدوى، فيزابيليتي ستادي لطيفه كده، اقدر افهم ازاي هتخذ قرار، ازاي هبقى الديسيجن ميكر في الفكره بتاعتي دي، هل هقدر اكمل ولا لا. طبعا من النقطة دي احنا هنتكلم على كتير جدا من المعوقات اللي بتواجه كتير من شبابنا، وازاي كمان هنحلها بسهولة بإذن الله. طب انا اللي ببقى محتاجه اعمل الاناليسيس دي، ولا يعني محتاجه اتعلم ازاي احلل البيانات دي، ولا محتاجه اتعلم اي اي عشان اعرف هو ازاي هيحلل البيانات دي؟ خلينا نقول مش كل الناس عندها كل الملكات، مش كل الناس أكيد. عندها كل الاكسبيرينس في كل المجالات. اكيد هبقى محتاج تيم وورك، واحنا هنتكلم كمان ازاي يبقى عندي تيم وورك قوي واقدر ان انا استفاد بيه في تطوير فكرتي. غالبا انا محتاج فكرة بس، يعني شبابنا احنا محتاجين منهم افكار فقط، افكار ابداعية، افكار نقدر نحققها على ارض الواقع، تغير من مجتمعنا. محتاجين شبابنا يبقوا ليهم نسخة جديدة updated غير النسخة الحالية. يعني خليني انا بتكلم بلغة السوفت وير او لغة البرمجيات. أوكي. لما بيكون عندي برنامج معين، البرنامج ده هو عبارة عن نسخة
الناس بتفضلها عن نسخة أخرى، ولكن لما بيحصل لها تطور بتلاحظ إن الناس بتنجذب ليها أكتر. صح. فهعتبر نفسي نسخة، اعتبر أنا كشخصي أنا نسخة، الناس كلها شايفاني النهاردة، قادرة إنها تتعامل معايا، قادرة إنها تستفاد مني، ولكن لو طورت من نفسي هيستفادوا أكتر. فأنا عايز كل شاب مننا يبقى ليه نسخة جديدة، ليه updated version. الابديتد فيرجن اللي هيعملها ديت هيأثر بيها أكتر في المجتمع، يفكر بأفكار إبداعية أكتر، وإحنا هنقدر نساعده إن شاء الله. بس حضرتك قلت أفكار إبداعية، إبداعية دي بمعنى إيه؟ بمعنى إنها حاجة ما حصلتش، ما اتعملتش خالص قبل كده، ولا بمعنى إيه بالظبط؟ طيب خلينا نقول إن الأفكار ممكن تكون فكرة مقلدة، يعني فكرة موجودة حاليا ولكن أنا عملت لها enhancement، طورت فيها. التطور ممكن يكون بسيط ولكن يكون أثره كبير، هي دي اللي أنا محتاجها. أنا مش محتاج إن أنا أجيب دايما فكرة فريدة من نوعها، لا، هات فكرة فريدة، ده هيبقى بالنسبة لك أفضل. هات فكرة موجودة بالفعل وطور فيها. خليني أبسط المسألة أكتر بمثال صغير. فكرة الدليفري فكرة منتشرة طبعا، منتشرة في الناس، عند الناس كلها، ولكن لما جينا نشوفها في بلاد تانية بدون ذكر أسمائهم هنلاحظ إن الناس بدأت تستخدم الدرون في إنها توصل المنتجات بشكل أسرع، صح كده؟ أو حتى الرابط طبعا. فعندنا طرق مختلفة في الإبداع، طرق مختلفة في الانهانسمنت، هي نفس الفكرة ولكن أنا حطيتها في إطار مختلف. اوكي، طيب يعني برضو لما حضرتك اتكلمت عن التكنولوجي انها بتتحرك ولا بتتغير والسرعه الغير طبيعيه في الماركت ده، حضرتك شايف ان احنا بنلحقه ولا احنا مش لاحقينه ونقدر نواكبه ازاي؟ احنا هنقسم بس التيمز اللي بتلحق والتيم اللي مش بتلحق. اللي مين بقى الناس اللي بتلحق؟ الناس اللي بتلحق هي المختصة بالتكنولوجي. احنا ضروري نعيش المجال ده، نعيش الابديت ده، لان احنا لو ما عملناش ابديت احنا بنقف، وده بيبقى نهايتنا للأسف. فاحنا غالبا الناس بتوع التكنولوجي كلهم هاز نو لايف، ما عندهمش حياة قد ما حياته في الابديت. اوكي، انا دايما بتابع مؤتمرات، دايما بشوف اكاديميك بيبرز، دايما بطلع على كمية ابحاث كتيرة جدا، وده بسبب ان انا محتاج ان انا ابقى اب تو ديت. وللعلم مش انا لوحدي، يعني خلينا نحكي على حاجة كده صغيرة. كتير مننا شاف أفلام أجنبية كتير طبعا. لما اتفرجنا على أفلام أجنبية وكانت غالبا بتتكلم عن الخيال العلمي هنلاحظ إن منها كتير قوي اتحقق. ده حقيقي. اللي اتحقق دوت سببه إيه؟ سببه إن المخرج أو المؤلف الخاص بالعمل الفني كان متطلع، كان ريسيرشبل، كان بيقدر ان هو يوصل لاكاديميك بيبرز. ومن احد المفاجآت الكبيره ان AI او artificial intelligence او الذكاء الاصطناعي اول مره ذكرت سنه 1950. ودي مفاجاه لكتير من الناس. هي ذكرت في اكاديميك بيبر طبعا، ولكن انتشر المصطلح من سنه 1956. انتشار بقى في الاجواء الخاصه بالاكاديميك، مش عامه. طبعا احنا حسينا بالتغير ده في 2020 تقريبا. يعني اغلب الناس حست بالتغير ده في بدايه 2020. فاحنا عندنا فريقين، او الفريق اللي فعلا ضروري يبقى بيلاحق ويتطور، وعندي فريق تاني المفترض ان هو بيشوف التولز ويقدر ان هو يستخدمها. ويمكن انا هوجه رسالة بازاي ما نبقاش مستهلكين للتكنولوجي بس، ازاي كمان نبقى مطورين في التكنولوجي. ازاي نقدر نعمل كده؟ التطور عشان اقدر اطور لازم يبقى عندي موديل، اقدر ان انا احط موديل. كتير جدا عندنا مشاكل في كتير من القطاعات، مفيش قطاع ما فيهوش مشاكل. احنا كتكنولوجي بايز بقى بنبدا نشوف ايه هي الكونسترينز اللي عند الناس ونبدا ان احنا نحلها. مش ضروري حد يكون بتاع تكنولوجي عشان يعمل كده، ممكن حد يكون جوه المشكله فقادر انه يطلع فكره يحلها، مش كده؟ فلو قدر ان هو يحلها، ايه المانع ان هو يوجهها لنا ويبلغنا بيها؟ يعني عندنا اضافه فينشر كابيتال، احد الشركات الملهمه اللي بتقدر انها تتلقى كتير من الافكار، كتير من الكونسترينز، واحنا نبدا نفكر. هبقى انا واحد من التيم بتاع الفكره، بمجرد ما هيقول لي بس احنا محتاجين نعمل ده، ايه الوسيله اللي نقدر ان احنا نحل بيها السولوشن ده او الكونسترين ده او المعوق الخاص بالعمل، ازاي نقدر نوصل له او نحله. احنا هنبدا نشوف الموديل المناسب، والموديل ده هو هيبقى بدايه فكرته.
وضروري هيبقى موجود معانا، لان مفيش موديل بيشتغل لوحده. طبعاً. لازم اغذيه بمعلومات، هغذيه اقدر اديله كميه انفورميشن كتيره جدا جدا عشان يبقى عندي نوليدج بيس، او اللي احنا بنسميها الماشين ليرنينج. بنعلم الماشين ونحدد الموديل بتاعنا فنكبره فنقدر ان احنا نتحكم فيه. يعني احنا نقدر نقول ان الناس اللي بتلحق التغير التكنولوجي الرهيب السريع جدا ده بيعملوا اكتر من حاجه. اولا عندهم منتورز لما بيروحوا لفنتشر كابيتال زي مثلا اضافه او غيرها، وان هم متطلعين على طول، وان هم بيحبوا المعرفه. نقدر نقول كده. تمام، نقدر نقول ده نوع من انواع تبسيط بس الموضوع، ولكن هو رائع. كمان احنا كل واحد عنده فكرة جديدة، عنده امل في بكرة، ولكن للأسف الامل ده بيموت وهو بيفكر فيه. ليه بقى؟ ليه؟ خليني اقول ان اغلب الشباب النهاردة كل واحد عنده فكرة وحابب انه ينفذها، وهو قاعد بيتكلم في الفكرة دي وسط أقرب الناس ليه أو الكوميونتي اللي حواليه. أول حاجة بيواجهها هي المشكلة المالية أو الملاءة المالية. الملاءة المالية، أنا ما عنديش فلوس أقدر أعمل بيها البزنس ده أو أعمل بيها السولوشن ده، محتاج موظفين، محتاج مكان، محتاج كتير جدا احتياجات. نسيبنا من الاحتياجات، كمان أنا محتاج حد كونسلتنت أسأله هبدأ إزاي، مش عارف ابدا ازاي. فبمجرد ما بيقف قصاده مجموعه من الكونسترينز، ودي ابسطهم يعني، اولا بينسى الفكره خالص، بيعطل وبيبعد عنها وكانها لم تكن، مع انها ممكن تكون هتغير حياته. طيب في الحاله دي بعمل ايه؟ بروح لاي مساعد ليا. الاول هو طبعا بيدور في الكوميونتي اللي حواليه. بعد كده لو لقى حد بيبقى محظوظ، ما لقاش حد المفروض ان هو يروح لحاجه زي اضافه فينتشر كابيتال. هنقدر ان احنا نساعده، فكرته مميزه، هنبدا ان احنا نقول له مين الكونسلتنت اللي هيدي لك الباس بتاعك او النو هاو ازاي تبدا، وده من النقاط الهامه جدا. وبنبدا معاه خطوه بخطوه. فكرتك بمجرد ما طلعت هي بتاعتك واحنا بنحافظ لك عليها، لان احنا كمان بندي زي NDA كده او حفاظ لسرية البيانات الخاصة بيك، وبنبدأ نعمل لك الكيان الاساسي، وكمان التكنولوجي وايز اللي انت هتبقى محتاجها تيم اضافة سوفت وير بيشتغل عليه، كمان الميديا تيم اضافة ميديا بيشتغل عليه. فعندك كل المقومات للنجاح، ولكن هي بس الاصرار، هي البداية. ابدأ، حط فكرتك واشتغل. من الاحداث الرائعة القادمة هو حدث ستارت اب سينك في يوم 19/7 إن شاء الله. أتمنى طبعا أن كل الناس تبقى موجودة فيه، هيستفادوا كتير. كمان هيبقى قادر يشوف كوميونتي مختلفة طبعا، سوفت وير مختلف بفكر مختلف، ومن دول مختلفة كمان. ومن دول مختلفة طبعا. طيب يعني خليني برضو اللي حضرتك قلته ده يخليني أسأل حضرتك يا باشمهندس حاتم، هو احنا لغاية دلوقتي كل كلامنا كأننا بندور حوالين برضو المعرفة، وان اللي عارف واللي مطلع واللي متابع هو اللي بيكمل، واللي مش عارف ومش عايز يطلع ده اللي بيقف وبيرجع لورا كمان. فهنا خلينا نسيب الشباب اللي لسه عندها أفكار ولسه ما نفذتهاش، ونروح للشباب اللي بدأت خطوات فعلية في تنفيذ شركاتها الناشئة. دول بقى المعرفة ممكن توديهم لحجم نمو عامل ازاي؟ خلينا هندي أمثلة لشركات بدأت في توقيتات بعيدة عن الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، وكمان هنشوف نتائج أعمالهم، ونشوف أثر الاستثمارات العالمية في مجال الاي اي شكله عامل ازاي، عشان نقدر بس نشوف الامباكت بتاع الكلام دوت على الشركات الناشئة. هناخد مثال لشركة بدأ في 2003. بالنتير تكنولوجي. الشركة دي من الشركات القوية جدا في الداتا اناليسيز او البيج داتا اناليسيز. البيج داتا اناليسيس، طبعا كلمه بيج داتا هي انتشرت مع وجود الانترنت. وجود الانترنت او وجود الانترنت عامه كان بادئ من 93 في المناطق العربيه، وبدا يبقى منتشر جدا للعامه في 97. ولكن انتشاره الاقوى ما كانش في التوقيت ده خالص. انتشاره الاقوى كان بدايه 2004 مع وجود السوشيال ميديا. وجود اول سوشيال ميديا فيسبوك طبعا كان حدث كبير جدا. الناس طبعا بدات تهتم بالتكنولوجي، الناس بدات تهتم بالمسجنج، تشات، بوستس، وتبدا انها تبقى ريليتد بالكلام ده. فبدا يظهر نوع جديد من انواع البيانات
مش البيانات العاديه اللي structured data او البيانات اللي ليها ستايل معين، بقى في حاجه اسمها unstructured data. فبدا يظهر حاجه اسمها big data. big data ده كميه بيانات كتير جدا جدا جدا، عشان اعمل لها اناليسز مش هقدر اعمل لها اناليسز بسهوله، محتاجه بروسيس كتير جدا، محتاجه مودلز كتيره جدا 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 عشان نقدر نشتغل عليها. جت الشركه البالنتير تكنولوجي سنه 2009 بدات تاخد البيج داتا تعمل لها اناليسز عشان تقدر تطلع منها موديل وتطلع منها وسائل للتنبؤ ببعض الاحداث. الشركه دي بمجرد بدايتها حققت ارقام مهوله، ويمكن غيرت من اداء المستثمرين في العالم. الناس كلها او اغلب الانفسترز بدات تبص على شركات التكنولوجي. ليه بقى؟ خلينا نقول رقم صغير كده من نتائج اعمالهم في 2024. 2024 طبعا باحصائيات اللي موجوده على الانترنت هم حققوا ريفينيو 2.87 بليون دولار. مش مليون، رقم ضخم جدا جدا طبعا. فده لشركه كانت ناشئه بادئه في 2009 او 2003 وحققت التارجت ده. خلينا ناخد مثال تاني لشركه بعدها بقى بشويه ب 2009 تقريبا، كانت C3.ai. C3.ai نفس الكونسبت، بتشتغل على قصه الداتا اناليسز، وطبعا بتستخدم فيها مودلز AI. حققت في 2024 311 مليون دولار بس، ده نت بروفيت. فطبعا ارقام مهوله، واستخداما بس التكنولوجي قدر ان هو يوصل بارقام كبيره جدا. طيب احنا عندنا شركات كتير فعلا قائمه محتاجه انها تضيف امكانيات الارتفيشال انتليجنس، مش مجرد تولز، لا ممكن يكون موديل كمان هيحقق بيها مبالغ كبيرة جدا 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 وتطور وتطلع كبير جدا في المجتمع، ومش هيأثر على مجتمعه المحلي بس، لا ده ممكن كمان العالمي. وده اللي احنا هنتكلم فيه. التطور التكنولوجي في الاي اي كلنا لمسناه من اول 2020. اغلب الناس بدات تستخدم تولز كتيره جدا بدون ذكر اسماء التولز، لان انا ما بحبش اعمل ريكومنديشن لتول على تول اخر. لان عندي كل تول ليه البنفيتس بتاعته، ليه الادفانتجز بتاعته، ليه الديس ادفانتجز بتاعته، او الفوائد والمميزات والعيوب يعني. انا بحب دايما استفاد بكل تول ايه الفايدة اللي موجودة فيها، واقدر ان انا اعمل انتجريشن مع تول تانية واحقق بيها تارجت اكبر شوية. احنا دايما بندور على ده، فانا ما ينفعش اقول ده افضل من ده. بنقدر ان احنا نبقى مستهلكين للاي اي تولز، وكتير من شبابنا بيعملوا كده. انا محتاج النهارده ان انا ابعت ميل، سهل جدا ان انا اروح لاي تول اقول له انا عايز ابعت ميل بالموضوع الفلاني، فبيبدا يديني ستراكشر كده، تكست لطيف اقدر ان انا استخدمه جاست ان انا بعمل كوبي بيست وخلاص، والمساله لطيفه. مش كده وبس، لا الدنيا اتطورت شويه وبدانا نسمع عن الاوتوميشن او الاي اي ايجنتس. الاي اي ايجنتس انا ممكن اديله كمان الميل بتاعي، الكريدنشال بتاع الميل بتاعي، واقول له انا لما يجي لي ميل اقراه وافهمه ورد عليه وابعته. فبقت المسألة معقدة جدا، فبقت المسألة أظرف بالنسبة للناس، أسهل بقى. أنا بقى عندي وقت أطول، مش كل يوم الصبح هاخد أسهل علينا، بس أعقد بالنسبة للإي آي كطلبات، ويعني حتى كده طلبنا منه حاجات كتير قوي. لا بس بالنسبة للأوتوميشن المسألة دي بالنسبة له سهلة جدا. ده احنا عندنا كمان ليفل أكبر من كده، وده اللي هنتكلم فيه كمان شوية. خلينا نقول إن بالأوتوميشن أنا سهلت على نفسي ووفرت وقت أطول. طب الوقت اللي أنا وفرته ده استفاد بيه في إيه؟ فكر بقى ازاي تعمل انتجريشن ما بين التولز دي كلها وتطلع بيها اي اي ايجنت يعمل لك سولوشنز اكبر. من هنا ده بيجي دورنا كتكنولوجي تيمز، بنبدا ان احنا نشوف الستارت اب ده انت محتاج ايه، محتاج اعمل 1 2 3 4 5 6، اعملها ازاي بالاي اي ايجنتس. فنقدر ان احنا نحقق له ده، نديله مجموعه من الايجنتس وكأنهم موظفين عنده، وبينفذوا كل الطلبات الخاصة بيه أو كل الريكويرمنتس تاسكس الخاصة بيه، حتى لو ريبيتيف تاسكات متكررة بتتم بشكل سريع جدا 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 وبدقة عالية جدا جدا جدا. اوكي. وده رحلة الأوتوميشن مع الشركات اللي فعلا قائمة.
وهتديله وقت يقدر يسكوب او يقدر يفوكس اكتر على البيزنس بتاعه، على تطوير البيزنس بتاعه بشكل افضل كتير. بس وانا بسمع حضرتك يعني بصراحة، خليني اقول حاجة بصراحة جدا، انا حاسة بالغيرة. يعني ليه الناس دي تعمل حاجات تخلق تكنولوجي واحنا بس بنستخدم تولز؟ يعني ليه احنا مش بنخلق تكنولوجي زي كده الامثلة اللي حضرتك ذكرتها؟ وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه، اللي انا اعمل اي اي موديل. الاي اي موديل طبعا هم بيعملوا اي اي موديلز خاصه بالمشاكل الاساسيه اللي موجوده حواليهم، صح؟ احنا عندنا مشاكل برضك اكيد. لو بصينا على المشاكل دي وحققنا بس تيم وورك، مجموعه من الشباب هتقعد معانا، هنبدا، او مش ضروري معانا، حتى من خلال الكوميونيكيشنز نقدر ان احنا نبقى على اي وسيله كوميونيكيت، نقدر ان احنا نحقق او نعمل اي اي موديل كبير ونطلع منه تولز والناس تستخدمها. بس اللي بيخلي شباب كتير مش عارفة تخلق تكنولوجي، يعني واحدة من الأسباب إن هم مش مؤمنين إن ده ممكن، إن هو أنا فعلا هلحق وأنا فعلا هقدر أنا أضيف وأنا يبقى عندي الموديل بتاعي أنا اللي عامله. يعني في ناس مش مؤمنة إنه ده أنا أقدر أعمله، لأن التطور فعلا بقى كبير والجاب نفسها أو الفجوة بقت عالية. البداية مهمة. غالبا بداية الطريق هي أصعبه، ان انا ابعد عن الافكار السلبيه اللي انا مش هوصل، بس هو ده اللي هيوصلني. مجرد ان انا ابعد عن الفكره نفسها ان مفيش نهايه للطريق ده، او انا مش هلاقي اللي انا بدور عليه، البدايه ديت هي اصعب حاجه. بمجرد ما دخل في الطريق هيقدر يجري، وهيجري بسرعه جدا، وهو مش لوحده. مفيش حد بيبقى لوحده، لان انا لو اعتمدت على نفسي كاندفيدوال انا عمري ما هتطور. انا واحد من تيم كبير جدا جدا جدا، بغض النظر عن المسمى الوظيفي. انا واحد اقدر ان انا اشتغل مكان اي حد في التيم بتاعي؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، ما ينفعش. كل واحد ليه تاسك، وكل واحد ليه شغله الخاص، وهو يقدر يبدع فيه اكتر مني. انا مجرد مانجمنت، بس مانجمنت تول. اقدر ان انا امانج بس الامكانيات والقدرات الخاصه بالتيم بتاعي، فانا ما اقدرش ان انا اكون واحد مكان حد فيهم. اوكي. هم ممكن يكونوا مكاني، ممكن طبعا، لان ده بيجي بسبب فكره التعلم. احنا نقدر نوصل ازاي تقدر تمانج البروسيس بتاعك بشكل اسهل. يمكن في مصطلح من المصطلحات الرائعة اللي تبناها كتير من أبناء شركتنا يعني أو مديرنا، هي زكاة العلم. زكاة العلم هي كلمة كبيرة طبعا، وشوية الناس مش مقدرة قيمتها، واحنا محتاجين ان احنا نتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. انا عمري ما هتطور وعمري ما هبقى up to date إلا لو خرجت من زكاة علمي. كتير بتعلم حاجات جديدة محدش بيعرف عنها حاجة، ولكن لو ما خرجتش من اللي أنا كنت عارفه مش هقدر أزيد. لو ما خرجتش من اللي تعرفه مش هتقدر تزيد طبعا. فضروري تفضي حاجة من اللي عندك، مش كده؟ في ممكن نفضل نملى في كوباية لغاية الآخر، فضي منها شوية، تمام كده، عشان الناس تستفيد، تمام كده، عشان تقدري انت تزيدي وتقدري توصلي الجديد ده للناس. فده ما يسمى بزكاة العلم. محتاجين ان المصطلح ده نتبناه كلنا. اي حد في مكانه في مكان كبير يقدر ان هو يوصل العلم لحد تحتيه، فما يترددش، لان ده ليه بنفيتس كتيره جدا جدا جدا، بغض النظر بقى عن يعني الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. في المجتمع هنختلف كتير جدا. محدش يضن على حد بمعلومه، لان ده هيوقف التطور، سواء بقى التطور في المجتمع ككل او حتى في المجال اللي انا ما بعرضش فيه معلوماتي. يعني اسمح لي يا باشمهندس حاتم، وانا بسمع حضرتك، يعني احنا كنا من شويه بنتكلم على ان الشباب يبقى عندها منتورز، ودلوقتي حضرتك بتتكلم عن زكاة العلم. الفكر ده اكيد كان في حد حضرتك اتأثرت بيه او منتور اتعلمت منه، هو كان سبب ولو بسيط في ان حضرتك يبقى عندك الفكر ده دلوقتي. مين بقى المنتورز اللي حضرتك يمكن تكون اتعلمت منهم في يوم من الايام؟ بصي، انا مش حابب ان انا اتكلم على حد بعينه، لان طبعا في ناس كتير جدا انا اتأثرت بيها، ولكن خلينا اتكلم على احد اصدقائي من الاصدقاء المقربين جدا، هو دكتور محمود صقر. انا اتعرفت عليه في اجواء مختلفة
شويه. انا كنت في وظيفه ما في البورصه المصريه بالتحديد، وكنت محتاج تول معين في السوفت وير او طريقه معينه في اداره السوفت وير او سيستم ادمن يعني. قعدت سيرش كتير جدا على الموضوع، مش قادر اوصل، ولكن وصلت ليها من خلال فيديو هو كان بيقدمه. هو ما يعرفنيش ولا انا كنت اعرفه خالص، وبدات احاول اوصل له بعد ما فهمت طبعا الحاجه اللي انا كنت محتاجها واللي انا قدرت ان انا البي بيها الغرض بتاعي، ونجحت نجاح باهر كمان. حاولت ان انا اتواصل معاه، والحمد لله هو بقى من اقرب الناس ليا، ومش عايز اقول هو صديق، لا هو اكتر من اخ كمان. فهو ليه فضل كبير طبعا في حدث من الاحداث، انما كتير من دكاترتي وكتير من اساتذتي ليهم افضال كبيره جدا 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 عليا، فانا بس بقول اقربهم، مش بتكلم عن الكل. أوكي. يعني السعي كان هو سبب معرفة حضرتك بدكتور محمود. طبعا اكيد. طيب ده يخليني بقى ارجع تاني على يعني لو نتكلم باستفاضة اكبر على المستثمرين وتغيير توجهاتهم، خليني اقول في السوق. مش بس بتكلم على الميدل ايست او الشرق الاوسط، لا انا بتكلم دلوقتي بشكل جلوبال. التغيير ده من توجهات المستثمرين في مجال الاي اي، في مجال التكنولوجي، ازاي نقدر نخلي الشباب تبقى ملاحظاه كويس وتبقى بتطور من شركاتها بالطريقه اللي تمشي مع التوجهات دي، علشان كمان ما يحصلش هدر للمجهود؟ طيب خلينا برضو نقرب شويه بارقام. احنا من الدول الرائده في مجال البورصات. يمكن بدأنا في 2001 ندخل حاجه اسمها الاي تريدنج او التداول الالكتروني. سيستم اسمه اكستريم، سيستم معروف جدا دوليا عالميا. وجوده غير منتاليتي من مستثمرين كتير جدا. بدأ الناس تدور يعني ايه اي تريدنج سيستم، ازاي انا هبقى قاعد في مكان او اوصل لاي شركه بروكريج واقول له انا محتاج ان انا انفذ السولوشن ده دلوقتي، فيقدر ان هو ينفذه لي في نفس اللحظه اللي انا بطلب فيها. طبعا ده كان بالنسبه لهم حدث كبير جدا جدا. أوكي. كان قبل كده كان بيكتب الطلب بتاعه بيقدمه، والطلب بيخش في سيكونس ويتنفذ، والكلام القديم اللي احنا عارفينه. ولكن مع وجود اي تريدنج سيستم وات ايفر بقى اسمه وات ايفر نوعه، بقى المساله اسهل. وصول كمان الموبايل ابليكيشنز والتطور الرهيب اللي حصل فيه، وازاي ان انا اقدر اطلب سهم سواء بقى جوه الوطن العربي او بره الوطن العربي عالميا جلوبالي، يعني في اي بورصه من بورصات العالم بقى المساله موجوده. كمان من اكتر الحاجات الرائعه اللي احنا لاحظناها اهتمام ناس كتير جدا بجوجل فاينانس. بداوا الناس يدوروا ايه هي الشركات الرائده، وكمان الهيستوريكال تشارتس بتاعتها هي بدأت ازاي، هل هي اب ترندنج ولا داون ترندنج ولا ماشيه سايد اواي. بدأوا تتأثر بالأحداث العالمية اللي بتحصل، وبدأ الناس تهتم بده بشكل مختلف. فحتة التكنولوجي سهلت وصول المستثمرين لأكتر من بورصة عالمية. أوكي. الأجمل من كده إن شركات التكنولوجي بدأ يبقى عليها ترافيك كبير جدا 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 جدا. بدأنا نلاحظ من بعد كمان 2009 كده هنلاحظ ان في تطور رهيب حصل، سواء بقى في مجال العملات الرقمية البيتكوينز او في مجال الاسهم يعني. اوكي. اهتمام المستثمرين بالمجال ده خلاهم يقدروا يوصلوا، او بمجال التكنولوجي خلاهم يقدروا يوصلوا لتنوع في الاستثمارات الخاصة بيهم. واحنا كمان لاحظنا سرعة كبيرة جدا في الاب تريندنج لشركات التكنولوجي. اوكي. ده اللي خلانا نقول لا، في حاجة ضروري نبص عليها. اوكي. فبدأ كل الوطن العربي كمان اغلبه يهتم بالمجال ده، والاستثمار في مجال التكنولوجي بقى ترند طبعا، وده من الحاجات الرائعة. خليني اروح للانفستمنت للبلاد بقى. الانفستمنت على مستوى البلاد ارقام احنا لما بنسمعها مبقاش مصدقين طبعا الارقام. خلينا نقول ان في 2023 كان استثمارات الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال، يعني لان الرقم كان ضخم فانا فاكره كويس، في الارتفيشال انتليجنس كان 67.22 بليون دولار.
الاستثمارات ديت كانت طبعا انفراستراكشر وسوفت وير وموديلنج وشركات، ارقام كبيره جدا 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 عشان يبقى عندهم knowledge is power، يبقى عندهم قوه المعرفه. طبعا قوه المعرفه مش هتيجي بسهوله، محتاجه سعي. في الوطن العربي طبعا كلنا بدأنا نتجه لده من فترات كبيرة جدا. يمكن حديثا في مصر عندنا داتا سنتر رائعة، من أكبر الداتا سنترز الموجودة، شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وإن شاء الله نلاقي ثمار ده قريبا إن شاء الله. ان شاء الله. طيب باشمهندس حاتم، برضو فيما يخص المستثمرين، هو لازم وانا ببيتش او بعرض فكرتي على مستثمر في مجال التكنولوجي لازم ابقى انا واخده قرار من الاول انا عايزه ابقى جلوبال ولا لا؟ دايما ما فيش حد بيفكر انه يبقى فكرته محدوده، ما حدش بيفكر كده خالص. انا كصاحب فكره، انا حابب ان فكرتي توصل للعالم كله، ما تبقاش بس مجرد بدايه وخلاص، او يبقى الغرض منها الكسب المادي فقط. الكسب المادي هيجي ولكن سرعان ما هيقع. بس ده مهم قوي، لان في كتير جدا من الافكار مبنيه فقط على هدف الكسب المادي فقط. خليني اقول، انا لو فكرتي فكرة جديدة دلوقتي، بعد شهر شهرين هتبقى قديمة، فبالتالي الكسب المادي مش هيستمر. فأنا محتاج إن أنا أبديت الفيرجن بتاع الفكرة بتاعتي. فبنلاحظ إن الشركات الكبيرة المستمرة في الكسب والانتشار كلها بدأت إزاي؟ بدأت بفكرة، ولكن ما فضلتش الفكرة زي ما هي، بدأت تتطور بشكل أكتر، بدأت يبقى فيها سولوشنز أسهل. أقدر إن أنا طبعا مش حابب إن أنا أدي مثال بعينه، ولكن خليني أقول إن لو ما فيش تطور الدنيا هتقف. محتاج إن لما أفكر في فكرة يبقى عندي بعد كبير قوي جلوبالي بقى للفكرة بتاعتي، ازاي اطورها وازاي اكسب منها وازاي تبقى مؤثرة في العالم، مش بس في مكاني او لوكالي بس. وده لازم يكون الهدف الاساسي في البداية. تسمح لي اقول لحضرتك بعض الافكار الموجودة من الشباب وحضرتك ترد عليها؟ اتفضلي. واحدة منهم انه طب ما هو اكيد العالم كله مش هيعتمد على فكرة واحدة جديدة او شركة واحدة عاملة فكرة جديدة، يعني لما يكون في كذا فرد بيقدم نفس الفكرة بنفس الخدمة، طب ما كل واحد هيبقى عنده الكاستمر بتاعه. كلام رائع. هو الماركت شير طبعا بيقول كلمته في الوقت ده، بس خليني اقول مثال رائع لشباب كتير جدا النهارده. حته البراندنج، حد يعمل براند ملابس، ده هدف منتشر جدا. ده ترند. وطبعا دعم بعض الفنانين لترندات كتير وعلى ستيجز بقى كان ملحوظ قوي في الفتره اللي فاتت. خليني ادي فكره صغيره لفكره الترند او البراندنج في الملابس. ايه المانع ان يكون عندي براند رائع وجميل والكواليتي بتاعته كويسه، بس مش ما عندكش فرق بينك وبين اكس وواي وزد، صح كده؟ انما لو عملت سوليوشن باخد صورتك في اي مكان واحط عليها البراند اللي انت محتاجاه او البرودكت اللي انت محتاجاه، وارجع لك الصوره مره تانية بنفس اللبس بالبراند اللي احنا اخترناه. ايه رأيك؟ كأني مثلا قسطه يعني. ايه رايك؟ وفي المكان اللي انت بتحبيه كمان. انت اتصورتي في اي مكان، وبناء على الصوره اللي هتجيلنا احنا هنستخدم الاي اي موديل. فين البرودكت اكس تي شيرت مثلا، التي شيرت ده يعني هنحطه على الصوره بشكل رائع، وهنريسند الايمج دي مباشره ليكي. اعتقد ادائك هيبقى مختلف، اكيد اقتناعك بالمنتج هيبقى مختلف طبعا. فدي فكره من الافكار. الكلام موجود بس مش بنفس الستايل ده. في طبعا على الانترنت افكار تانية كتير جدا جدا جدا. ازاي اطبقها بقى؟ هو ده فايدتنا، احنا موجودين عشان لو في سولوشن انت عايز تنفذه احنا قاعدين منتظرينك وهننفذه لك، وهتبقى فكرتك وهنساعدك، لان احنا محتاجين كلنا نتطور. يعني احنا هنا كأننا بنتكلم اكتر عن تحليل البيانات او عن استخدام البيانات وتحليلها في اني افهم سلوك الكاستمر بتاعي. يعني مثلا لو انا فعلا زي المثال اللي حضرتك قلته بعمل لوكال براند مثلا، فانا هنا بخاطب سيل ستات، لو البرودكت بتاعي للستات، فهنا الست عايزه تشوف نفسها وهي عايزه اللبس وهي متصوره بيه بره البيت وهكذا. فده هنا بيوريني بشكل مفصل اكتر ازاي نمو الشركات بيحصل من فهم سلوك المستخدم
المستهلك من تحليل البيانات. الكاستمر بيهيفير كلمة رائعة، واستخدموها كتير جدا جدا جدا، ويمكن كانت بدايتها في 96. تخيلي من 1996 مع وجود أول إي كوميرس في العالم، ألا وهو أمازون وإي باي. أمازون وإي باي طلعوا في التوقيت ده بدأوا يدرسوا حاجة اسمها الكاستمر بيهيفير، وده يمكن بنشوفه كمان في السوبر ماركتس كتيرة جدا. ممكن تكون، أو أنا شخصيا داخل عشان أجيب برودكت إكس، وانا رايح اجيب البرودكت ده انا بخرج ب10 20 برودكت. ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غلط. اوكي. الحاجه هي الحاجه الصح بقى اللي هي الكاستمر بيهيفير. هم عارفين كويس قوي ان الكاستمر لما بيخش يختار البرودكت ده بيبقى محتاج جنبه برودكت تاني، محتاج اكسسوارز معينه، محتاج كذا، فبيرصوهم ورا بعض في نفس المسار اللي مضطر يمشي فيه. فاكيد عينه هتيجي عليها فهيبدا ان هو ياخدها. ده زي ما بنشتري مثلا لبس في المحلات وبعدين قبل ما نحاسب نلاقي البادي سبلاش. الموضوع ده بيتعبني انا لان انا اللي بصرف. طبعا. فالفكر ده اتحول لكمبيوترايزد بقى. حتى كمان في الاستثمار لما بنشوف حد مهتم بقطاع معين بتبدأ الإعلانات بتاعته بتروح للكاستمر ده. بنبدأ نوجه له كمان كل التحليلات الخاصة سواء بقى فاندمنتال أو تكنيكال للقطاع ده بشكل مكثف قوي، لأنه هو مهتم بالقطاع ده. ولو القطاع ده ليه قطاعات تانية مساعدة كمان بنعمل له ريكومنديشن على القطاعات المساعدة دي. الكلام ده كله دلوقتي كان بيحصل بشكل مانوالي، إنما النهاردة بيحصل بشكل اوتوميتد. ويمكن ده بنلاحظه كمان على السوشيال ميديا لما بنقف على بوست معين وبنلاحظ إن البوست ده بدأ يتكرر كتير أو ريليتد بوستس ليها تتكرر كتير، فده نوع من انواع الموديلنج الخاص بالكاستمر بيهيفير. طيب انا دلوقتي خطر على بالي سؤال. فضل. هو لو انا عندي شركه اوكي بستخدم تولز AI مختلفه علشان افهم بيها الكاستمر بيهيفير اكتر، تمام. الى اي مدى اثق فيها؟ يعني ممكن احس انه هو انا لازم اثق ولا الريسيرش ده لو انا عملته هيكون افضل؟ خليني اقول ان الموديلنج اللي بتطلع او اللي احنا بنطورها، واحنا اتفقنا ان احنا ما بنغيرش تكنولوجي، احنا بنعمل ايه؟ بنجري فبنطور. صح كده؟ احنا بنلحق. ده معناه ان الكاستمر بيهيفير زمان غير النهارده طبعا. فثقتي فيه لان في تيم كبير، كوميونتي كبيره جدا من الديفلوبرز بقى والداتا ساينس وكتير من المهتمين بالمجال بيبداوا يحطوا افكار وتطوير او انهانسمنت فيه بشكل سريع جدا جدا. فضروري اثق فيه، الا اذا انا مش معجب بالموديل اعمل ماي اون موديل. ايه المانع؟ اوكي. يعني ما ننساش انه اللي عامل المودلز دي هم بشر، وانه انا بثق فيهم لان دول تيمز كبيره هي اللي اشتغلت على ده على مستوى يعني عالمي، وده بيبدا الاول اكاديميك وايز وبعد كده بيروح للمجال التجاري. طبعا من الحاجات الرائعه في الفتره اللي فاتت المنافسه اللي بتدينا بنفيتس كبيره جدا جدا جدا. طبعا. المنافسه ما بين رواد الاعمال او رواد التكنولوجي زي إيلون ماسك مثلا. ستار نت هي فكرة انترنت فضائي للعالم كله. تخيلوا كده لو الفكرة دي اتنفذت فعلا وما بقاش فيه غير الوسيلة ديت ان انا استخدم منها انترنت. اوكي. هتبقى فيها مشكلة مش كده؟ لازم يبقى فيه كومبيتيتور موجود معاه. الصين النهاردة عملت تجارب لشبكة مماثلة لستار نت اسرع 5 أضعاف من إيلون ماسك. اعتقد ان المساله مفيده بالنسبه لنا. مفيد ان يبقى فيه تنوع، مفيد ان يبقى فيه سولوشن اقدر ان انا استخدمه بديل لسولوشن تاني. نرجع بالزمن شويه ونروح ل 2007. 2007 كان بدايه اول سولوشن للايفون. ايفون بدا في 2007. 2008 كان ايه اللي بيحصل؟ جوجل طلعت اندرويد، فبقى عندي منافس قوي لاي او اس. الاي او اس سولوشن انا مهتم بيه وبحبه وحابب ان انا اتعامل معاه، ولكن غيري مش قادر يروح يتعامل مع السولوشن ده، فلقى الاندرويد فبيقدر ان هو يتابع معاه. والاثنين بيحققوا نفس التارجت. الاميز من دوت
ويمكن اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه في نقطه منفصله بقى بعيد عن المنافسه اللي هتحقق لنا طبعا تارجتس كتيره او هتحقق لنا أكيد. بنفيتس كتيره. عندي حاجه اسمها اوبن سورس. الاوبن سورس او البرمجيات مفتوحه المصدر، من غيرها ما كناش هنقدر نستفاد. دايما كنا بنستخدم حاجه اسمها بلاك بوكس او صندوق مقفول. مايكروسوفت من بدايه الكمبيوتر او بدايه ظهورها كنا بنستخدم سوفت وير مقفول. انا مش عارف النو هاو هو ازاي عمل ده، ازاي لما بطلب منه كالكوليشنز مثلا على اكسل بينفذها لي بسهوله جدا، ولكن فين النو هاو؟ ازاي اقدر انا اعمل ده؟ بدات تظهر الاوبن سورسز من 2008. طبعا انتشارها ما كانش سريع قوي لان الناس كلها ما كانتش واثقه فيها، زي ما كنا لسه بنتكلم على الثقه في الاي اي موديلنج يعني. انما عايز افاجئكم من الاوبن سورس، اندرويد اوبن سورس، لينكس اوبن سورس، اي سولوشن او اي او اس، اي سوفت وير او حاجه زي الويندوز كده اسمها اوبريتنج سيستم يعني نظام تشغيل. موجود منه ايكويفالنت على لينكس. الناس النهارده بدات تهتم بلينكس اكتر كتير جدا من سولوشنز زي مايكروسوفت ويندوز عشان خاطر السكيورتي. كتير من محطات الفضاء بتشتغل بلينكس سولوشنز. فده الاساس النهارده اللي هو كان بادئ بايه؟ باوبن سورس مفتوح المصدر. طب ازاي الناس دي قدرت تستغل الاوبن سورس وقدرت انها تطوره بشكل سريع جدا؟ بقى في كوميونيتيز كبيره جدا. انا عندي فكره وحابب ان انا اطورها. فالفكره دي بتبدا بسولوشن صغير، وهندي مثال طبعا بعيد عن لينكس يعني. لينكس كان عباره عن مشروع تخرج للعلم. هو مشروع تخرج واتحط على الانترنت وبدا يجمع كوميونتي عشان يبداوا يطوروا فيه لغايه لما وصل لانواع كتيره وتوزيعات كتيره جدا 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 في العالم. طبعا اهتمام شبابنا كتير دلوقتي، وانا يعني حابب ده ان هم بيهتموا بالاوبن سورس، وبنوه مره تانية ان احنا نهتم بالاوبن سورسز افضل كتير. مش ضروري اروح لسوفت وير ادفع فيه لايسنس. ليه؟ انا عندي ايكويفالنت موجود واوبن سورس، وهقدر كمان اشوف الكود بتاعه واقدر انهانس فيه كمان. ما هو ده السؤال اللي بيجي على بال رواد اعمال كتير، وانا ازاي اتعامل مع التولز دي من غير ما ادفع فيها كتير؟ هو ده الوسيله ان انا اروح ناحيه الاوبن سورس. خلينا نروح لمثال اخر. عندنا البيج 4 اي ار بي سيستم او انتربرايز ريسورس بلاننج او تخطيط موارد المؤسسات. في عندنا سوفت وير اسمه اي ار بي زي اس اي بي، زي ساب. ساب من اشهر طبعا الاي ار بي سيستمز اللي موجوده في العالم، ولكن بقى ليه كومبيتيتور قوي اسمه اودو، اوبن سورس. اوبن سورس. طب بدا ازاي الاوبن سورس ده؟ بدا من خلال فاوندر فيبين. من البدايه كان حاجه اسمها تيني اي ار بي. عمل بروجكت صغير اسمه تيني اي ار بي وعمل له كوميونتي عشان يجمع بيه مجموعه الديفلوبرز في العالم كله. فهو راح لكل المهتمين بالتطوير بسهوله جدا. بدات الناس دي تبدا تطور معاه في السولوشن ده بقى اسمه اوبن اي ار بي. بعد ما وصل لاوبن اي ار بي اتطور مره تانية وسماه اودو، وستيل لغايه النهارده اسمه اودو. كل سنه بيطلع فيرجن جديد ليه. طبعا مع اختلاف التوجه، هو بقى ليه نسختين او ليه تو برانشز، نسخه كوميونتي ونسخه انتربرايز. نسخه الانتربرايز ده عشان خاطر الانتربرايزز، والنسخه الكوميونتي نقدر نستخدمها كمان انتربرايز، ولكن مفتوحه المصدر نقدر نطور فيها بسهوله جدا. فمن هنا اقدر اقول ان ممكن يكون عندي ARP سيستم منافس ل SAP وبلاش. محتاج بس حد يقدر يكستمايز، حد يقدر يطور لي ده ويظبط لي ال ARP سيستم على السولوشن بتاعي او على المجال التجاري اللي موجود. بس في الاخر دي مساحه مفتوحه انا اقدر اتعلم فيها واجرب واطور من نفسي من خلالها. نعم، وحتى لو ما قدرناش ان احنا نطور، نسأل بس، واحنا بزكاة العلم هنقدر نوصله. طبعا ان شاء الله. طبعا هي زكاة العلم مفتاح لحاجات كتيرة جدا طبعا. ان شاء الله. الحمد لله يعني انها بالتأكيد موجودة. طيب يعني باشمهندس حاتم، انا لسه حاسه ان انا عايزه اتكلم اكتر عن انه الاي اي لما دخل وغير حياتنا او شقلب حياتنا كده زي ما بيقولوا، يعني في نفس الوقت الاثكس
في استخدامها، مش بس يعني بالشكل المهني كمنافسة ما بين الشركات، ولكن كمان كأفراد في استخدامها. الحتة دي حضرتك شايفها ازاي؟ هل شايف ان احنا بنتعامل فيها بشكل صحيح، بشكل سليم، ولا محتاجين نغير ايه؟ طيب خلينا نتكلم على الهاكينج الاول. احنا كتيمز بنتعلم سواء بقى كمبيوتر ساينس، داتا ساينس اند سو اون، ما بندرسش هاكينج، احنا بندرس حاجه اسمها ethical hacking. ethics of hacking. فده معناه اخلاقيات الاختراق. نعم، ده معناه مختلف كتير جدا جدا، ولكن كتير مننا النهارده ما عندوش اسكس خاصه حتى باستخدام تولز مش بتاعته. ودي محتاجه توعيه، ومحتاجه توعيه كبيره جدا من الميديا. لازم نوجه شبابنا ان لازم يكون عندنا اخلاقيات في استخدام التولز اللي موجوده عندنا. طبعا يمكن وجود الاي اي تولز سببت مشاكل كتير جدا جدا، بسبب ان انا ممكن اخد صورة حد اغيرها احطه في مكان تاني، انتحل شخصية حد. نعم، يعني حاجات نعم، كتيرة جدا. حتى صوته ممكن استغله وابدا ان انا احط عليه كلام مختلف. وحتى يا باشمهندس برضو في الشركات لما بيخترقوا السيستمز بتاعت بعض وياخدوا معلومات بعض، وده بيحصل برضو بصورة كبيرة. خلينا نقول طبعا لازم يكون عندي ديفنس. انا مش دايما بحارب التطور بسبب السكيورتي. لا طبعا، ده انا بأمن السكيورتي عشان اقدر اتطور بشكل كبير. طيب ده معناه ان لازم يكون عندي تيم قوي جدا 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 في السايبر سيكيورتي، وده الحمد لله رب العالمين موجود عندنا، وده من الحاجات الرائعة واللي مخليانا مطمئنين دايما للتطور اللي احنا بنعمله. يمكن من الصعوبات الكبيرة وجود الكلاود كومبيوتنج، الحوسبة السحابية. نعم، احنا من 2010 ل 2016 تقريبا كان في تطور كبير جدا في حاجة اسمها الفي بي اسز. كنت دايما لما احب اعمل سولوشن محتاج ان يكون عندي سيرفر وادفع بقى ثمن كبير جدا جدا فيه، ويبقى عندي داتا سنتر وعندي تيم قاعد بيسيرف على الكلام ده، وعندي سيكيورتي تيم بيتابعوا كمان لحظة بلحظة. انما دلوقتي بقى سهل جدا ان انا اخد في بي اس او اخد فيرتشوال سيرفر في اي حتة في العالم، ويبقى كمان معايا ديديكيتد تيم مسؤول عن السايبر سيكيورتي ليه. فانا بشتري سيرفيس عشان اقدر ان انا انفذ السولوشنز بتاعتي بشكل سلس، وممكن كمان يكون ده موجود في امريكا، في فرانكفورت، في كندا، في شرق اسيا، في اي مكان في العالم. وببدا ان انا اكوميونيكيت معاه بسهوله جدا بسبب الانترنت اللي اتطور طبعا بشكل رهيب جدا جدا جدا. ويمكن مؤخرا ال5G والسرعات الكبيره اللي احنا هنشوفها بقى من خلال الساتلايت، ويمكن المنافسه الكبيره من الصين ال5X بقى سرعه 5 أضعاف ستار نت. طبعا الكلام ده هنشوف خيال في الفتره اللي جايه ان شاء الله. لا ان شاء الله، يعني اللي جاي يكون خير باذن الله. بس بما انه حضرتك قلت يعني انه اللي جاي برضو فيه تطور اسرع واسرع، تسمحي نرجع لورا شويه. هل تفرق لرائد الأعمال إنه لو بقى عنده خبرة أو فهم للتكنولوجي من سن بدري شوية؟ يعني لو مش بتكلم حتى على الجامعة، لو من حتى في المدرسة من ثانوي أو كده، إيه الفرق اللي ممكن يحصل لو بدأنا من الفترة دي؟ هو اللي مش هيتعمل أبديت أو اللي مش هيشتغل على تطوير نفسه في الفترة اللي جاية هيقف للأسف. لأن أنا يمكن هتكلم على ال AI agents وال AI agent managers. النهاردة ممكن نقوم سولوشن كامل من غير موظفين خالص. خليني أقول إن الأوتوميشن أو ال AI agents ممكن يكون عندي شركة تجارية على سبيل المثال. الشركة التجارية ديت يكون فيها staff AI agents قاعدين تحت بيتلقوا طلبات العملاء. إزاي؟ خليني أقول إن أنا برفع سماعة التليفون، بتصل على كول سنتر. الكول سنتر ده اللي هيرد عليا AI agent، وهيرد باللكنة اللي أنا بكلمه بيها. فهو بيديتكت اللغة اللي أنا بكلمه بيها، سواء بكلمه سعودي فهيكلمني سعودي، وكمان اللكنة السعودية ليها اختلاف كمان حسب الشمال والجنوب وهكذا. فيقدر كمان يكلمني بالتون اللي أنا بشتغل بيه أو اللكنة اللي أنا بتكلم بيها بسهولة جدا. حتى لو كنت مصري وبتكلم صعيدي،
فهيجي لي اي يتكلم بنفس اللغه او صعيدي. نفس الفهم او نفس الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها. طبعا ده مع اختلاف اللغات، انا ممكن طبعاً. اتكلم باي لغه مختلفه وبالتالي هيرد عليا باللغه المناسبه. لو طلبت برودكت من الشركه التجاريه ديت اللي عندها ليست اوف برودكتس موجود عندها في الوير هاوس بتاعها، الاي اي ايجنت عنده كونكشن او عنده بيرميشن انه يشوف كل البرودكتس اللي موجوده بكل التفاصيل بتاعتها بكل الديسكريبشنز اللي موجوده عندي، ويبدا يرد عليا بالبرودكت متواجد ولا لا، هل في ستوك ولا ما فيش ستوك. تمام كده. بمجرد ما هيديني السولوشن او يديني البرودكت، كمان ممكن يقترح عليا مجموعه من البرودكت او اوبشنال برودكتس ريليتد بالبرودكت بتاعي او حتى اكسسوارز، فيقدر ان هو يحقق لي رواج كمان في الماركتنج وهو عباره عن ايجنت، هو مش موظف خالص. طيب الديل خلاص اكسبتد من خلال المتصل ومحتاج ان هو ينفذ، فبيجي الاي اي ايجنت بيبعت له بيمنت لينك. البيمنت لينك دي بيدفعه من خلال بقى فيزا وات ايفر بقى التول اللي احنا هنستخدمها، يعني فيزا ماستر اي حاجه، حتى ترانسفير من خلال اي وسيله من وسائل الترانسفير بسهوله جدا جدا جدا. هو الاي اي ايجنت هيكونفيرم على الاي ار بي سيستم بتاعي ان الريكوست ده او الطلب ده او الكوتيشن ده اتحقق وبقى كونفيرمد خلاص بالدفع بتاعه. بيوجه لاي اي ايجنت مسؤول عن السبلاي تشين، بيقول له خلاص الاوردر ده اهو ودي تفاصيله، روح وصله لغايه الكلاينت ده اللي عنوانه كذا 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 كذا، اللي هو طبعا كان خدهم في بدايه الكول، خد كل التفاصيل بتاع الكاستمر، لان لو كاستمر جديد هو بيعمل له بروفايل جديد. الكلام ده فولي اوتوميتد، مش محتاجين اي موظفين خالص. هيبدا الراجل بتاع السبلاي تشين هيبدا ياخد الكونتاكت بتاع الشيبنج كمباني او الشركه المسؤوله عن الشحن، يبدا يديها الاوردر ويبدا يقول لها ان البرودكت الفلاني اللي هيبقى موجود في الشركه او في الوير هاوس اللوكيشن بتاعه كذا، هنوصله للوكيشن الديستنيشن لوكيشن كذا. اوكي. هيبدا يروح الشيبنج، سواء بقى شركه من عندي يعني الشيبنج تولز دي جوه الشركه عندي او بره الشركه، هناخد البرودكت ونوصله لغايه الكلاينت، وبعد ما ناخد لغايه الكلاينت الايجنت هيبلغ انها ريسيفد. فالاي اي ايجنت اللي كان استلم الاوردر هيبدا يكوميونيكيت مع الكاستمر عشان ياخد ايفالويشن على الكاستمر على البرودكت. الكلام ده فولي اوتوميتد. اوكي. طيب لو كان جاي لي الريكوست من سوشيال ميديا، هل في اي اي ايجنت هيستلم الكلام ده؟ طبعا ممكن وهيبدا يحلله ويبدا يشوفه. طب لو البرودكت مش عندي بقى خالص، يعني مش موجود، خلص الستوك زيرو، فهيبدا يعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها حد الطلب، او من الممكن ان ما ينفعش اصلا البرودكت ده يبقى مش موجود عندي في الستوك. فبالتالي هيبدا يشتغل او يبدا يطلب من السبلاير بتاعي ان هو يزود لي الكميه، ولكن خلينا نفترض ان ما فيش ستوك. اوكي. ان حته اعاده الطلب ديت ما تمتش اصلا. الاي اي ايجنت هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر كمان يطلب من السبلاير ويعرف هيستلم امتى، او هيعمل ديليفري امتى، او ريسيفنج امتى، ريسيت في الوير هاوس امتى، عشان يقدر يدي موعد لاستلام الكلاينت هيتم ازاي. الكلام ده فولي اوتوميتد زي ما اتفقنا. طيب الماركتنج، خلينا نقول انا محتاج ان انا ماركت للسولوشن بتاعي، عندي اي اي ايجنت خاص بالماركتنج، بيقدر ان هو يجينيريت اعلانات بناء على الافكار اللي هيقولها له المدير الخاص بالميديا او حتى الاونر بتاعنا. انا محتاج فكره ما ومحتاج ليها ديزاين. تمام كده، ابعت لي 5 ديزاينز مثلا، انا باكسبت على ديزاين معين. الديزاين ده هو بيبدا يحطه على قنوات كتير جدا، فيسبوك بقى، تويتر، انستجرام، وات ايفر، زي ما احنا محتاجين. الكلام ده بيحصل فولي اوتوميتد. فانا التيم هيجي امتى؟ احنا هنشتغل ولا ايه؟ خلينا نقول ان طبعا اكيد انا مثلا في السبلاي تشين ممكن يكون عندي عمال خاصين بالشحن وما شابه، ترتيب الكلام ده، حتى ده بقى موجود فيه اوتوميتد النهارده. يعني في اوتوميشن النهارده، في روبوتس بتقدر تعمل الكلام ده، ويمكن شفنا الكلام ده في امازون وشفناه في فيديوهات كتير جدا جدا. وبيبدا ان هو يوزع اكوردنج تو الريكوست اللي جاي له بالاوردر نمبر بالكيو ار بتاعه اند سو اون. انما ده ما يمنعش ان انا دلوقتي اتحرك اروح للتكنولوجي، عشان انا لو ما روحتش
هفقد كل اللي عندي، طبعا هقف، طبعاً. مش هينفع. المشكله الكبيره بقى ان في نوع جديد من الايجنت اسمه AI agent managers. بقى في مانجرز هم اللي بيبداوا يدوا الافكار للايجنتس اللي تحتيهم. اوكي. فبقى عندي الاستراكشر بتاع الكمباني عباره عن اونر او ستوك هولدرز يعني، وتحتيه AI ايجنت مانجرز، وتحتيهم AI ايجنتس مش محتاجين عماله خالص خالص، نو واي. أوكي. فالدنيا راحه في حته فولي اوتوميتد. اوكي. فضروري يكون عندي نوليدج، ضروري يكون عندي ابديت بالافكار الجديده في مجال التكنولوجي. ويمكن من اهمهم واللي انا بنادي بيه في حاجه اسمها hai.stanford.education. ويمكن هبقى احاول احط في البايو او التفاصيل بتاعه البودكاست اللينك. ستانفورد يونيفرسيتي عامله ويب سايت خاص بالهيومن سنترال ارتفيشال انتليجنس، حاطه فيها اندكس خاصه بالاي اي. ويمكن من الحاجات الرائعه ان الاندكس بتاع 2025 موجود دلوقتي على الويب سايت. نقدر نخش نشوف قد ايه التطور وقد ايه الانفستمنت وقد ايه البروجرس اللي بيتم من خلال كل الشركات اللي موجوده في العالم في مجال الاي اي. وكمان هنقدر نشوف فيديوز بتتكلم على الفيتشرز الجديده اللي موجوده عندنا. ودي دعوه عامه للاطلاع. مش ضروري ستانفورد يونيفرسيتي، ولكن في اماكن كتير جدا. انا بدي بس مثال من احد الامثله اللي موجوده عندنا يعني. هكون اول واحده اشوف الموضوع ده. اتمنى طبعا جميعا ان شاء الله. طيب يعني باشمهندس حاتم، برضو لما حضرتك اتكلمت عن ازاي في افكار كتير ممكن تتعامل بشكل فولي اوتوميتد من غير اي فرد، من غير عماله خالص موجوده فيها، يمكن ده بيوافق شويه توقعات شباب كتير انه هم عايزين يدخلوا يشتغلوا في مجال التكنولوجي علشان مش عايزين يتعاملوا مع حد. يعني ودي جملة بنسمعها كتير، انه انا مش عايز اتعامل مع بني ادمين، انا عايز اشتغل كده لوحدي. فايه تعليق حضرتك على الفكرة دي؟ هو فكر الناس المهتمه بالتكنولوجيا عشان هم اصلا ما بيكلموش حد كتير، يعني ما عندهمش سوشيال كتير، فهو بيكلم دايما ماشينز. هو حابب ان هو يكلم ايجنتس وحابب ان هو يتعامل معاه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان انا ازاي ما افقدش عملي، ما افقدش وجودي في المجتمع، ان انا احسن من نسختي. زي ما انا بدات كلامي في الانهانسمنت من الفيرجن بتاعتي. انا ليا فيرجن حاليه موجوده، لو فضلت على نفس الفيرجن دي خلاص هتبقى يعني يوزلس، هتقف، مش هتقدر تكمل ولا في وظيفه ولا حتى هيبقى عندك بزنس، يور اون بزنس. انت محتاج انك تطور، محتاج انك تبقى اب تو ديت. الدنيا رايحه لمكان احنا مش متخيلينه. كل حاجه هتبقى فولي اوتوميتد، فانت محتاج انك يكون ليك لمسه في ده. طيب لو مش عارف، اسال، دور، خليك جود ريسيرشر، خليك مهتم بالابديت. بس لا مفر من التعامل مع التيمز. طبعا اكيد هيبقى موجود تيمز في الفتره الحاليه، ولكن فيما بعد من الممكن كمان ان يبقى فيرتشوال تيمز. يعني تديني امل بعدين تخضني تاني. طب اعمل ايه؟ هو ده اللي احنا حاسينه واللي احنا شايفينه واللي احنا بنتابعه من خلال الاكاديميك بيبرز اللي موجوده. ويمكن النهارده بقى العلم سهل جدا الوصول ليه، زمان ما كانش كده طبعا. لا زمان كان صعب، زمان كان لازم الناس تروح المكتبه وتدور تفتح الكتب. طبعا. فالدنيا بقت اسهل. اعتقد اللي هيحس الاحساس ده هيشوف المستقبل شكله عامل ازاي. ما ده اللي خلاني سألت حضرتك على التينيجرز، ان هم لما يبتدوا المعرفة دي من سن صغير اكيد كل حاجة بتفرق. وكمان احنا النهاردة بنشوف مراهقين عندهم بيزنس خاصة بيهم في التكنولوجي. تمام. ده بسبب التطور التكنولوجي اللي تم بشكل سريع جدا. ويمكن ده احنا حسيناه في فترة من الفترات. بلاحظ ابني او بنتي مهتمة بحاجات اكتر من اللي انا مهتم بيها، ويمكن اكتر قدرة على التعامل مع التكنولوجي بشكل اسرع. وده كان بسبب ان التكنولوجي وصلت لهم اسرع مننا بكتير. احنا ممكن نكون عايشين على بعض الذكريات الماضية، انما هم اول ما وجدوا لقوا تكنولوجي، والتكنولوجي بتجري بسرعة، فهو بقى اداؤه اسرع. فانا لو ما خليتش ادائي انا كمان اسرع، مش هقدر اواجه النهارده الجيل الجديد هو اللي بيعلم البيرنتس تكنولوجي يعني.
ما دي هو المشكله. يعني احنا طبعا. خلينا نبقى مطلعين عشان نقدر نواجه ونقدر يبقى حتى المنتاليتي واحده، يعني نقدر نتكلم بده بشكل سلس. انا اهتميت اتكلم في النقطه دي لانه احنا جمهورنا اللي بيتابعوا بودكاست ستارت اب سينك الحقيقه احنا لقينا انه في منهم كتير تينيجرز، فده خلاني اسال السؤال ده لانه كمان بالكلام معاهم كتير فبنلاقي افكار بنحب نصححها في حلقاتنا في البودكاست. فهنا عايزه اسال حضرتك يعني في اخر الانترفيو تحب تقول ايه للشباب اللي لسه بتفكر تبدا وما نفذتش اي حاجه، لسه عندها افكار في الاول خالص وعايزه تبتدي تنفذها، وفي نفس الوقت شايفين حركه سريعه قوي بس عايزين نديهم امل انه لا ممكن فعلا نعمل حاجه؟ انا شايف مبدعين صغار السن كتير جدا 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 جدا، وعندهم افكار اوت اوف بوكس يعني كتير جدا، ولكن هو بيقف لانه مش لاقي الطريق، مش لاقي يمشي ازاي، لانه زي ما اتفقنا هو بيدور في الكوميونتي اللي حواليه. لو حد من اللي حواليه شجعه بيبدا يكمل، لو ما شجعوش بيقف والفكره بتموت للاسف. فاحنا محتاجين يبقى عندنا قناه نقدر نوصل بيها للافكار ديت. والحمد لله احنا بدانا بسولوشن ستارت اب سينك، وده هيبقى كوميونتي كامله نقدر ان احنا نضيف فيها اضافات افكار الخاصه بينا مع حفظها طبعا، لان ده هيبقى ايثيكال بقى، عشان ما ينفعش ان احنا نستغل فكره اي حد. كل واحد هيبقى له فكرته الخاصه بيه، هنقدر ان احنا نساعده بدءا من الكونسلتيشن، ونقدر كمان نبني معاه السولوشن بتاعه فروم سكراتش لغايه لما يوصل جلوبالي بقى بشكل قوي. فانا محتاج الناس تتنوع في الكوميونيكيشن، تدور ازاي توصل فكرتها بشكل قوي، مش ضروري من خلال اضافه، ولكن عندنا فرايتي كتيره جدا جدا جدا، وعندنا تنوع في الانفستمنت من خلال مستثمرين كتير وبقى عندهم وعي بالافكار الجديده والافكار الريليتد كمان بالتكنولوجي بشكل خاص يعني. فاحنا محتاجين ده، ومحتاجين ان هم يتواصلوا معانا. ما ينفعش يبقى ما فيش كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن هي الوسيله الوحيده اللي هتقربه من فكرته. صح. فاحنا جاهزين وفي انتظارهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله هم جايين في الطريق. طبعا اكيد. شكرا لحضرتك باشمهندس حاتم على وجودك معانا في الحلقه دي من ستارت اب سينك. وقبل ما نختم الحلقه احنا هنستناكم اكيد في يوم 19/7 في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات علشان تحضروا ستارت اب سينك. المؤتمر حدث كبير هتشوفوا فيه مستثمرين ومبتكرين من دول العالم المختلفه وحتى من دول الخليج. بشكركم واشوفكم الحلقه الجايه.